السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى وديت لعبة كنترولر. اللعبة ديت كنت شغال عليها وأنا في الجامعة. هي تعتبر أول بروجكت أخلصه من صفر لمية في المية في حياتي. فهوريكم الجيم بلاي بتاعها دلوقتي. دوت الكاركتر طبعا جاي من مكسامو، والانيميشن بتاعته برضو من مكسامو. ودوت اللوكو موشن، يعني دوت مختلف عن الألعاب الأخيرة اللي أنا بعملها. اول مرحله ديت مرحله البرولوج. في البرولوج انا عامل شويه هنتس بتقولك ازاي تتحرك، تعمل الاكشنز بتاعتك. في اللعبه ديت بقى انا كنت حاولت اعمل ايميتيشن للعبه كنترول، عشان كده حتى مسميها كنترولر. كنترول فيها ابيليتي اسمها تيليكينيسيس، ان انت تبص على الاوبجكت زي ده كده وتدوس اي، فتلاقيك عملت سيلكت للاوبجكت، تقدر تتحرك في اي حته. ممكن تدوس كيو فيتساب او يقع على الارض تاني. ممكن تدوس على الماوس فكأنك بتحذفه. طبعا في انيميشن للكلام دوت، وهكذا. كل ديت هنتس عشان ايه بتقولك ايه اللي انت ممكن تعمله في اللعب. ديت هيلث. لو انت الهيلث بتاعتك مثلا نقصت، اول ما تاخد البتاع ديت الهيلث بتاعتك بتزيد تاني للمية في المية. دول كور، ممكن تسلكت اي كورة منهم وتقوم ايه حادفها. فاول ما تيجي على انمي او حاجة، الانمي دوت يموت. طبعا كل دول عادي ممكن تقوم ايه تسلكت اوبجكت تحركه عشان تنط من مكان للتاني، وهكذا. اللي هناك ده بقى ده انمي. الانمي دوت لما هقرب منه هيبتدي يضرب عليا. اول ما يبتدي يضرب عليا الهيلث بتاعي هينقص. الهيلث بتاعي اللي هو اللي فوق ده عمال ينقص. ممكن انط. في عندي بقى ابيليتي لما بدوس ار، سلو موشن. السلو موشن ده بيخليني اديتكت الكور بتاعته احسن. طبعا ما عرفتش اتفاداها، بس يعني ايا كان. لما بدوس شيفت اللاعب بيسبرنت. هروح بقى اخد الهيلث بتاعتي رجعت تاني لمية في المية. هاخد كرة من دول واروح لدوت. ادوس على الار عشان السلو موشن يشتغل، قوم رايح وحادفها عليه. كده هو مات. اللي هناك دي بقى هتوديني لليفل تانية. انا كده رحت الليفل اللي بعدها. طبعا ممكن ادوس اسكيب، هيجيب لي الايه المنيو بتاعتي، سواء سيتنجز او ايه او اي حاجة تانية. فانا هاخد مثلا الايه، ممكن اخد دي احسن حاجة. هستعملها كأنها درع، يعني اول ما اقرب من ده ويجي يضرب عليا فانا بستعملها كأنها درع، فالكور اللي هو بيحدفها ما تجيش عليا. هنا طبعا في واحد تاني. حاجة تانية برضو ما وريتهالكوش لسه. الكاميرا بتاعتي ليها 4 مودز. المود الأول، المود التاني، التالت، الرابع. كل مود فيهم بيغير ايه شكل الجيم بلاي. يعني أنا ممكن أتحرك كده وأنا معايا ديت بحمي بيها نفسي. ممكن أغير الايه الفيو بتاعي بحيث إن أنا ايه لو حبيت أحذفها. الكور برضو اللي هم حذفوها عليا ممكن أسلكت أي كورة منهم كده مثلا، وأقوم رايح عند واحد منهم وأحذفها. أنا كده مت. ايه اللي هيحصل؟ هبدأ اللعبة تاني. هاخد كورة منهم هجري. طبعا هحاول اول حاجة ايه اسكيب من كل الناس دي. جت فيها واحدة. هحاول اخد كورة من اللي هما بيحدفوها عليا دول. حاجة برضو اكتشفتها ان انا ممكن اصلا اسلكت كورة من الكور من قبل ما ايه. ماشي، هو شكل الموضوع صعب شوية برضو. مات تاني. المهم يعني الكورة عشان ايه تأفكت الايه العنكبوت اللي انا هقتله دوت. المفروض انها تيجي عليه قبل ما تيجي على الارض، فانا المفروض انشل صح كده عشان يموت. لكن لو جت على الارض الايفكت بتاعها كله بيروح. طبعا انا قصد اعمل كده عشان لقيت ان الكرة بتفضل تتزحلق، وبعد ما بتتزحلق بتوصل لهم بقى بعدين كأنها كرة بولينج. فحسيت ان انا كده غيرت خالص
الجو بتاع اللعبة. موضوع صعب اهي. ده عشان الويننج لاين فوق، فانا النطة بتاعتي مش هتجيب الويننج لاين، فانا بحاول اعمل زي سلم عشان يبقى قدام الويننج لاين. ممكن اغير طبعا الايه الفيلد اوف فيو زي ما انا عايز، وهنط هقف على الويننج لاين. بس كده اللعبة خلصت. اللعبة ديت زي ما انتم شايفين هي عبارة عن ليفلين، ليفل برولوج اللي هو الاولاني، والليفل 1 اللي هو الليفل اللي انا كنت بلعبه دلوقتي. والسيتنجز هي هنا بتقولك ايه السيتنجز اللي معمولة في اللعبة. السوبر باورز مثلا اللي هي الايه السبرينتنج والجامبنج، والكيو والاي اللي هو لما بتسلكت اي اوبجكت بالتليكينيسيس او بتسيبه. الاف اللي هي انك تحذف الاوبجكت، او الماوس برضو هما الاتنين نفس الحاجه. الار انك تعمل السلو موشن. طبعا الاسكيب او الباك سبيس هما اللي بيجيبوا المنيو اللي انا وريته لكم واحنا بنلعب. طبعا اليو اي شغال. كل دوت ايه يعني دي تعتبر اول لعبه اخلصها 100% في حياتي. دي عملتها في سنه تالتة في الكليه في مشروع ماده اسمها الجرافيكس، وقفلنا خدنا عليها كل الدرجات، وتقريبا كان في كام درجة بونص كمان خدناهم زيادة عن الايه الحاجات اللي هم كانوا طالبينها. بس سلام.